السلام عليكم. الجمال ده كله ب5 كوبايات من الدقيق وكمان ببواقي التلاجة. تسموها بيتزا، تسموها فطاير، والله العظيم طعمها كان ولا أروع. وايه رأيكم بقى في سبت الفاكهة بقى اللي انا عملت لهم ده وفرحتهم بيه؟ معانا ايه؟ معانا 5 كوبايات من الدقيق، معلقة من الملح، معلقة من اللبن البودرة. خدت الخميرة بتاعتي حطيتها مع معلقة من السكر وسبتها لما خمرت كده، وضفتها للعجين مع معلقة من الخل. بنفس الكوباية حطيت كوباية مية دافية وكملت بقية العجن اهو بالشكل ده. عجنتها يا حبايبي اهو كويس، وهلمها بمعلقتين كبار من زيت الزيتون. ما عندكيش زيت زيتون يبقى معلقتين من زيت الذرة اهو. وكملت عجنه اهو بالشكل ده كده. عجينة حلوة وطرية وهشة وبسيطة، وإن شاء الله مكوناتها تكون في كل بيت أهو. هنا بقى هغطيها يا حبايبي وأحطها في مكان دافي لحد ما تخمر. ما خدتش دقايق معانا، طبعا كلنا عارفين ان دلوقتي الجو حر. خمرت معايا، مسحت الرخامة بتاعتي ونزلت العجينة اهو بالشكل ده. رشة دقيق اهو وهقطعها. هنا يا حبايبي بقى قطعتها ل4 كور اهو بالشكل ده. فردت اول عجينة اهي، اول قطعة على هيئة دايرة. عجينة حلوة ومرتاحة وبتتفرد معايا بكل سهولة. هنا بقى دهنت الصينية بتاعتي دهنة زيت خفيفة، وهنزل بالعجينة اهو. طبعا بالشوكة، وخرمتها كده عشان ما تقبش معايا. حطيت قطع من الجبنة وقفلت عليها، جبنة بيضة عادية. هنا بقى معلقة صلصة، حطينا فلفل، حطينا قطع من اللانشون، جبنة تركي، شرائح زيتون، جبنة موتزاريلا. وده كان شكلها. هندخلها الفرن على درجة حرارة 200 ان شاء الله تلت ساعة وهتبقى جاهزة معانا. تاني قطعة فردتها على هيئة مستطيل. هنا كان عندي بواقي فراخ او صدر فرخة، لو عندك تقدري تشوحيه، مع بصل وطماطم وفلفل، قطع زيتون، الموجود عندك حطيه. حطينا الجزء التاني عليه وقفلنا كده. حطيت كمان شرايح من الطماطم مع الزيتون. ودي كانت تاني واحدة عملناها اهو. ايه رأيكم في اسهل من كده؟ لا مفيش. والتالتة كمان لقيت القطعة بصراحة كبيرة، قسمتها 2 وعملتها فطير اهو بالشكل ده. قسمتها يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده اهو، ودهنتها من فوق دهنة زيت، وحرشتها بحبة البركة والسمسم، وزينتها طبعا بشرايح الزيتون. في اسهل من كده؟ لا مفيش. لو وصلت لحد هنا متنسينيش في اللايك والشير، تفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، ومتنسينيش كمان في دعوة حلوة. شايفين بقى لما طلعتهم من الفرن شكلهم ازاي؟ حاجة كده اللهم بارك. يلا قومي تشجعي بقى واعملي بواقي التلاجة اللي عندك، وان شاء الله تفرحي اولادك وربنا يحسن ما بين ايديكي، ومتنسينيش في دعوة حلوة. شايفين بقى جمال العجينة يا حبايبي؟ شايفين كمان التسوية؟ والجبنة كانت بتمط حاجة كده اللهم بارك. شايفين؟ يلا قومي بقى تشجعي يا حبيبتي، يلا كده واعملي. ان شاء الله حاجات سهلة وبسيطة هتفرحي بيها اولادك. بكرة يوم الاثنين يا حبايبي، بكرة اول صيام ذو الحجة، كل سنة وانتوا طيبين.
اللي عايز يصوم طبعا. ربنا يعيد عليكم الأيام بخير، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، وأسيبك في رعاية الله وأقولك السلام عليكم.